أبو عوف مش مجرد محل بيبيع قهوة ومكسرات، دي شركة النهاردة قيمتها في السوق تعدي ال5 مليار جنيه، وكل ده بدأ بمحل واحد بس علشان يوصلوا النهاردة إن يتقال عليهم ملوك المزاج. لكن قبل ما الكلام ده كله يحصل كان في تاريخ طويل من الشغل والتعب متقسم على 4 أجيال من عيلة عوف هو اللي وصلهم للنقطة دي. الحكاية بدأت من أكتر من 80 سنة في بورسعيد، لما الحاج عوف الكبير كان مجرد تاجر صغير، وتجارته كلها كانت معتمدة على إنه يورد للعطارة المكسرات والفواكه المجففة وأحسن أنواع القهوة الموجودة في الوقت ده. وعشان الحاج عوف كان تاجر زي ما الكتاب بيقول، كل الأجيال اللي جت من بعده طورت من البيزنس بتاع العيلة، علشان نلاقي الحاج محمد عوف جه بعد كده وأسس شركة صامو التجارية اللي عمرها النهاردة يعدي ال45 سنة، واللي شغلها قايم على التحميص والاستيراد وتعبئة المنتجات، واللي لغاية النهاردة هي الشركة الأم لعيلة عوف، لغاية ما بيجوا الإخوات التلاتة أحمد ومحمد وأيمن عوف. دول بقى ما حبوش إن هم يبقوا مجرد تجار، دول قرروا يصنعوا منتجات خاصة بيهم تحت علامة تجارية شايلة اسم عيلتهم، وفعلا فتحوا أول فرع للعلامة التجارية أبو عوف في 2010 في مصر الجديدة، وما كانوش بيعملوا وقتها أي حاجة غير إن هما بيبيعوا مكسرات وفواكه مجففة. لكن للأسف بسبب ظروف البلد وقتها قرروا يقفلوا الشركة في 2011، وكانوا ما بين طريقين، يا إما يستنوا شوية الدنيا تهدى ويرجعوا تاني يعملوا اللي عليهم وزي ما تيجي، يا إما يقفلوها وخلاص وهو يعتبروها تجربة اتعلموا منها حاجة جديدة. وفعلا قرروا الإخوات التلاتة يكملوا اللي هم بدأوه، خصوصا إن وقتها ما كانش فيه شركة مخصوص معمولة للأغذية الصحية في السوق المصري. وفعلا في نفس السنة اللي فقدوا فيها الأمل رجعوا للسوق مرة تانية، ومش بس كده، دول كمان في نفس السنة كانوا فتحوا 5 فروع للمحل. لا والأكتر من كده إن أبو عوف بقى يشوف التطورات الجديدة فين ويبدأ يستغلها لصالحه، عشان كده هنلاقيه موجود على أبليكيشن وفر إكس، الأبليكيشن اللي بيرجع لك كاش باك أو جزء من أي مبلغ بتدفعه من أي حاجة بتشتريها أونلاين زي من أبو عوف أو جوميا، وكمان من الفروع زي عرفة ستورز وتاون تيم ودالي دريس. وعشان احنا في شهر 11 هتلاقي خصومات بتوصل ل 75% من كل المواقع مع الكاش باك. هسيب لكم لينك وفر إكس في الكومنتات اللي هيديلك $2.5 هدية بمجرد ما تسجل. يلا بسرعة الحق حمل الابليكيشن علشان تستفيد بعروض شهر نوفمبر اللي بتوصل ل 75%، ده غير الكاش باك اللي هيرجع لك. الفكرة في أبو عوف إن هما مش مجرد ناس بتبيع سلع، دول بيصنعوا منتجاتهم بنفسهم وكمان بأعلى جودة، زي البروتين بار مثلا وكمان المعمول اللي قدروا يعملوه بأحسن أنواع التمور بتصنيع مصري 100%، وكمان بدأ يطلب للتصدير برا مصر. وبالوقت بدأ أبو عوف يبقى مصدر ثقة للناس في دول كتير زي الإمارات والسعودية وإنجلترا وكندا. بيقول أحمد واحد من الإخوات التلاتة إنه طول ما أنت عندك الأسعار المناسبة والجودة العالية والأفكار الجديدة المختلفة يبقى النجاح مضمون مضمون. وطبعاً بعد النجاح الكبير اللي حققوه في مصر وبعد ما شافوا حجم التصدير للأسواق بره مصر عامل إزاي، ده شجعهم إنهم يبدأوا ينافسوا في السوق الخليجي بقلب مستريح. بيقول أحمد إنه زي ما قدر يبقى رقم 1 في مصر، يقدر بشركته ومنتجاته المصرية يبقى رقم 1 في الخليج. عشان كده هنلاقيهم النهاردة فتحوا في الإمارات شركة وكمان مصنع علشان يقدروا يصنعوا منتجات مخصوص تتناسب مع الذوق واحتياجات السوق السعودي والإماراتي. ومش بس كده، ده كمان خطتهم ل2025 إنهم يقدروا يطلعوا بأبو عوف للدول الأوروبية كمان. وفعلا قدروا أولاد عوف إنهم يبنوا مجموعة برأس مال عالي وأهمية كبيرة. عشان كده هنلاقي الشركة النهاردة قيمتها في السوق معدية ل5 مليار جنيه، خصوصا بعد ما شركة أغذية الإماراتية اشترت حصة في المجموعة بنسبة 60%. آل عوف كان عندهم رؤية للمستقبل وجرأة المنافسة الشريفة وثقة في حلمهم وفي المنتجات اللي بيقدموها للناس. وده لو هيعلمنا حاجة هتبقى إنه طول ما احنا قادرين نحول أحلامنا لخطوات بسيطة على أرض الواقع كده كده هنقدر نحققها.